لتذهب ميريل ستريب إلى الجحيم، عنوان صادم أليس كذلك؟ يا ترى إيه اللي ممكن يخلي كاتب يختار عنوان زي ده؟ تعالوا نغوص مع بعض في رواية بتمزج ببراعة قصة شخصية جدا ومؤلمة مع خلفية أحداث عالمية كانت بتغير شكل العالم كله. إذن هذا هو العنوان، صرخة غضب واضحة موجهة لنجمة هوليوود. لكن لحظة، لماذا ميريل ستريب بالذات؟ يمكن لأنها رمز للعالم البعيد البراق اللي بنشوفه على الشاشات، عالم منفصل تماما عن الواقع والأزمة الحقيقية اللي بيعيشها بطل القصة. لكن صدقوني، الغضب الحقيقي أعمق من كده بكتير. أيوة، كنا ممكن نتوقع إن القصة تبدأ بمشهد سينمائي، لكن لأ، بنلاقي نفسنا في غرفة معيشة بيت حماه وهو بيتفرج على الرئيس جورج بوش على التلفزيون. ومن أول صفحة بنفهم إن التلفزيون هنا مش مجرد جهاز، لأ، ده بطل أساسي في الحكاية وهيلعب دور حاسم جدا. طيب، إيه هو جوهر الرواية دي؟ في قلب كل الأحداث دي في صراع شخصي جدا، قصة زواج المسافة العاطفية فيه كبرت لدرجة إنها بقت أكبر بكتير من مجرد حيطان بتفصل بين شخصين. وهنا مربط الفرس، دي هي المشكلة كلها. كل الأخبار العاجلة والحروب والسياسة، كل حاجة في العالم بتختفي قصاد الهاجس الوحيد ده اللي مسيطر على الراوي. مشكلة بيتوتية بسيطة جدا لكنها احتلت عالمه بالكامل. الإحباط اللي حاسس بيه الراوي هنا يكاد يكون ملموس. بيته بيمثل الأمل في الخصوصية والألفة اللي هو محتاجها بشدة، أما بقى بيت أهلها فكله عوائق، سرير بيزيق وحمانها خفيف جدا وبتصحى على أي صوت. كل تفصيلة من دول بتتحول لحجة جديدة تستخدمها مراته عشان تفضل بعيدة عنه. اسمعوا الحوار الصغير ده، جملتين بس بيكشفوا عن فجوة عميقة بينهم. رغبتها الواضحة بتقابلها هي برفض قاطع وبارد. إجابتها شبعت وزيادة. دي مش مجرد رفض، دي قنبلة عاطفية بتدمر أي أمل باقي في التواصل بينهم. وفي نفس الوقت اللي الحرب الشخصية الصامتة دي شغالة، كان تاريخ العالم بيتكتب على شاشة التلفزيون. والتناقض ده بين الترابط الداخلي والأحداث العالمية الضخمة هو اللي بيخلي الرواية دي عبقرية بجد. 80، تخيلوا الرقم ده، 80 قناة فضائية بتغزو بيت حماه، فيضان من الصور والأخبار والأصوات نازل طول الوقت، جايب العالم كله بكل تناقضاته وحطه في غرفة معيشة واحدة. من خلال الشاشة دي بطلنا بيشوف لحظات هتغير شكل العالم للأبد. بيشوف إعلان النظام العالمي الجديد وبيتابع القصف على بغداد بث حي ومباشر. العالم كله كان بيمر بمخاض، والواقع نفسه بقى مجرد قناة ممكن تغيرها بزرار. طيب، مع كل الأحداث التاريخية العظيمة دي، تفتكروا إيه اللي كان شاغل بال بطلنا؟ مستقبل العالم؟ معنى اللي بيحصل؟ ونرجع تاني لنفس الجملة، هي دي الحقيقة المرة. بينما التاريخ كان بيتكتب على الشاشة، كان عالمه الشخصي بينهار. أزمته الصغيرة، أزمته الحقيقية، كانت بالنسبة له أكبر وأهم من أي حرب عالمية. الرواية كمان بتستكشف شعور عميق بالغربة عن العالم الحديث. الراوي حاسس إنه مش فاهم التكنولوجيا، وده شعور شكله ورثه عن الجيل اللي قبله. والتشبيه ده بجد عبقري. الموضوع مش إنه مش فاهم، لا، هو حاسس إن التكنولوجيا دي بتتكلم لغة تانية خالص، بالظبط زي أبوه اللي كان بيسمع الراديو باهتمام وفي الآخر يسأل هو قال إيه. الراوي كمان غرقان في بحر من الصور، لكن مش قادر يمسك أي حاجة حقيقية. وهنا بقى المفارقة المؤينة، هو حاسس بالضياع والتوهان قدام الشاشة، لكن حماته شايفاه قاعد منبهر بيها. تعليقها البسيط ده بيبين قد إيه محدش فهمه، وإنه معزول مش بس عن مراته لكن عن كل اللي حواليه. إذن إيه الحل؟ هنا بنوصل لخطة الراوي اليائسة. في محاولة منه عشان يصلح الشرخ الكبير في علاقته، بيقرر إن الحل ممكن يتشرى، وإنه بيجي في صندوق كرتون. كلمة واحدة بس كانت كافية: قبر. الكلمة دي لخصت كل الفراغ والموت اللي مراته حاسة بيه في بيتهم، وهي دي الكلمة اللي خلته يدور على أي حل، أي حاجة عشان يرجع الحياة للمكان ده. المنطق بتاعه بسيط زي معادلة حسابية. المشكلة الشقة ميتة، الحل التلفزيون هيملاها صوت وصورة وحياة، النتيجة مراته هترجع. ده تفكير مادي بحت لمشكلة عاطفية معقدة جدا، محاولة لحل أزمة قلبية بجهاز إلكتروني. لاحظوا هوسوا بالتفاصيل التقنية. الموضوع ما بقاش مجرد شراء تلفزيون، لا، ده بقى وسيلة للهروب من المشكلة الحقيقية. هو غرقان في تفاصيل الصناعة والكهرباء لأنه مش قادر يواجه جوهر مشاكله العاطفية. بيدور على الكمال في الجهاز لأنه عاجز يصلح النقص اللي في العلاقة.
ده حتى بيخطط للردود على انتقادات لسه ما اتقالتش. ده بيكشف قد إيه هو محتاج يحس بالسيطرة، وإنه لو اختار الجهاز الصح يبقى كسب الجولة دي في معركتهم الصامتة. ودلوقتي بنوصل للحظة الحاسمة، لحظة الحقيقة. يا ترى جهاز السوني هينجح في اللي فشلت فيه الكلمات؟ هل ممكن هدنة إلكترونية تصلح اللي اتكسر؟ للحظة واحدة بس بنحس إن خطته ممكن تنجح. لما بيقولها بترد عليه بالمدح اللي كان نفسه يسمعه، بيظهر شعاع أمل وكأن الجهاز ده ممكن يكون الجسر بين عالميهم المنفصلين. وبعدين ببرود قاطع بتضيف الجملة دي اللي بتحطم كل أوهامه: التلفزيون فكرة كويسة لكنه مش هيغير الحقيقة. وفي اللحظة دي الراوي بيفهم وإحنا كمان بنفهم معاه إن الفجوة اللي بينهم أعمق بكتير من إن أي جهاز يقدر يملاها مهما كانت جودته. وفي النهاية الرواية بتسيبنا مع السؤال الجوهري ده: في عالم بيغرقنا بالحلول المادية والشاشات اللامعة، هل ممكن نكون نسينا إن الأزمات الإنسانية الحقيقية اللي بتمس القلب والروح ما بتتحلش بضغطة زر؟ ده السؤال اللي بيفضل يتردد في الذهن حتى بعد ما نقفل الكتاب بوقت طويل.